بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على كيفية إنشاء حساب جديد في الرقمنة بالنسبة للأساتذة. وهو أمر مهم جدا على خاطر ولا كل حاجة بالرقمنة راكم تشوفوا حتى في الحركات التالية. داروا المشاركة في الرقمنة لازم تكون عندك حساب تاعك والاطلاع على البيانات تاعك الخاصة تاع العمل، و للأفواج تاعك، للوثائق البيداغوجية، لطرح الانشغالات، لطلب وثيقة، هادو قاع ولو بالرقمنة دروك. هنا المهم، هنا الأمر سهل جدا. ها هي الأولى، تكتب المنصة الرقمية للأساتذة، ومن بعد تدخل المنصة. ها هي، تدخل هنا تكليكي عليها، من بعد تروح ها هي راكم تشوفوا هذا الموقع، تدخل له. انا هذا هو الايميل تاعي وهذا الرقم تاعي، وندير الرقم تاعي، ندير تسجيل دخول. هذا بالنسبه لي عنده حساب. انا ما عنديش حساب، غادي ندخل هنا تسجيل. هنا التسجيل غادي تعمر معلومات تاعك. الاولى مثلا مديريه التربيه اللي راك تابع لها، مثلا كيما انا سيدي بالعباس. دير الطور تاعك، كل واحد يدير الطور تاعه، ابتدائي ولا ثانوي ولا متوسط. هنا تكتب المؤسسه تاعك. المعلومات لازم تكون مضبوطه نيشان. علاه؟ خاطرش كيما نقولوا كلش راه مسجل عنهم. كان تغلط في الرقم الوظيفي مثلا غادي ما يقبلولكش. هنا البريد الالكتروني، لازم يكون عندك بريد الكتروني. راني ندير فيديو واحد اخر تاع كي دير تفتح بريد الكتروني. هنا لازم بريد الكتروني. هنا الرقم الوظيفي، وين تلقى هذا الرقم الوظيفي؟ تلقى في شهاده العمل الفوق على اليسار، غادي تلقى واحد الرقم طويل في 16 رقم. هذاك غادي تكوبيه. هو انا الرقم تاعي هذا راني مسجله ندير له نسخه، فيه 16 رقم. صحيح، هذه هي فيه 16 رقم، نسجله هنا. هي ونعمر معلومات تاوعي، نعمر معلومات تاوعي الشخصيه، الاسم، اللقب. هي وندير كلمه مرور. كلمه مرور لازم حاجه، لازم تتكون من 16 رقم، وتكون كيما نقولوا مختلفة. ماشي 16 رقم، 16 رمز. فيها أرقام، فيها حروف كبيرة، وفيها حروف صغيرة، ماجيسكيل ومينيسكيل، وفيها إشارات وعلامات كيما علامة استفهام، الزائد. خصك تخلطها 16 واحد يكونوا كوكتيل. هي دير ماجيسكيل، درت مينيسكيل، ودرت العلامة والإشارة. هنا تاني غادي نعاود تأكيد. هي كي يكونوا نيشان غادي يديروا لك هنا، غادي يديروا لك صحيح. لو كان ما ديرهاش صحيح هنا في التأكيد غادي يخرج لك أحمر. هنا غادي دير، غادي هادو الأرقام اللي راهم في الأسفل تعاود تكتبهم. هي 92,770. وانا دير التسجيل تاعك. هي دير التسجيل تاعك، وبذلك تكون فتحت كما نقولوا حساب جديد. ومن بعد تولي تدخل بالرقم السري اللي درته هنايا. غادي نعاودو ندخلو. هنايا غادي مثلا الرقم تاعي، ندير تسجيل الدخول. غادي تشوفوا الخدمات. هذا الايميل تاعي نيشان.
ما شوف واش غادي تلقوا. غادي تلقى البيانات تاعك هنا، الوثائق الاداريه، وثائق بيداغوجيه، الافواج تاعك، هاي حتى الحركه موجوده هنا، الخدمات، الانشغالات. راكم تشوفوا يعني تبغي تطرح انشغال، تبغي تطلب مثلا هنا خدمات صحة، داير لك طلبات خدمات إشعار بالغياب، مشاركة في الحركة، يعني كلش دخول ولائي. الوثائق إدارية مثلا تبغي تطلب شهادة عمل، كيما أنا طلبت شهادة عمل، ما يدير لك حتى تاريخ الطلب، مثلا مجمل خدمات. فاهمين؟ هنا كي تكون جاهزة يكتب لك جاهزة، كي ما تكونش جاهزة يكتب لك قيد الإنجاز. هذه هي يا جماعة، والسلام عليكم. وجماعة هنايا على كي وليت يعني عمرت كاع المعلومات تاوعي بطريقة صحيحة، وبديت كي نترك هنايا يعني علاه يخرج لي هذا، علاه يخرج لي الحق رقم تعريف، خاطرش انا هذا رقم التعريف راني مسجل به من قبل، وما تقدرش تعاود تسجل به من جديد، يعني تعاود دير زوج تاع حسابات في وقت واحد. عليها راه يكتب لي يعني هذيك الحقل التعريفي راه موجود من قبل، بس انتم غادي تكتب هنا التسجيل، غادي تسجل عادي. هذه هي، وبالتوفيق للجميع.